طبعا بخسر المصنعية بتاعتها كلها. اشتري صح عشان بعد كده تعرف تبيع صح. السلام عليكم. في 3 أنواع للشراء: الشراء للاستثمار، والشراء للاستثمار والانتفاع، والشراء للزينة. طبعا قبل ما نتكلم عن ال3 أنواع دول، في حاجتين مهمين جدا لازم تكون عارفهم وانت رايح تشتري الذهب. الحاجة الأولى طبعا وهي سعر الذهب. لازم تكون عارف سعر الذهب ده، وهو بطريقتين. الطريقة الأولى إنك أنت تكون عندك الابليكيشن اللي بينزل أسعار الذهب لحظة بلحظة، زي ابليكيشن اي ساغا مثلا. والطريقة التانية إنك أنت تسأل في محل واتنين وتلاتة قبل ما تدخل تشتري من المحل اللي أنت بتتعامل معاه. والحاجة التانية اللي هنتكلم عليها برضو هي الدمغة. الدمغة طبعا أقصى حاجة فيها هي 15 جنيه، وعلى المشغولات بس. وده طبعا هيوضح معانا في ال3 أنواع اللي هنتكلم عليهم. عايزين نتكلم عن الحاجة الأولى اللي هي الشراء للاستثمار فقط. الشراء للاستثمار فقط هو معروف طبعا الجنيهات والسبائك. وهنا هنتكلم عن امتى اشتري الجنيه وامتى اشتري السبيكة. طبعا السبائك لما بتكون المبالغ كبيرة بتوفر معايا توفير كبير جدا في المصنعية، ولما بتكون المبالغ متوسطة طبعا بشتري الجنيهات. وفي نقطة مهمة جدا عايز اكلمكم عنها، هي الجنيهات البلدي او بين قوسين الجنيهات المفتوحة غير مغلفة، وكمان السبائك برضو المفتوحة وغير المغلفة. دي ابتعد عنها خالص وكنسلها خالص، ما تحطهاش معانا ابدا في الليستة. السبائك والجنيهات يا جماعة مفيش عليها أي دمغة أو ضريبة، هي بيكون عليها مصنعية فقط لا غير. هناخد مثال: لو أنا مثلا معايا 10,000 جنيه وعايز أشتري بيهم سبائك، ال10,000 جنيه كقيمة الأفضل لينا إن إحنا نشتري الربع جنيه. ليه؟ لأن بتكون مصنعيته طبعا أقل من السبائك اللي هي ال1 جرام أو السبيكة ال2 جرام ونص. نتكلم عن الجزئية التانية وهي الشراء للاستثمار والانتفاع. الشراء للاستثمار والانتفاع هو بيكون في حالتين اتنين بس. الحالة الأولى وهي إن أنا بشتري مستعمل. طب عشان أشتري مستعمل لازم أتجنب الفصوص. ليه أتجنب الفصوص؟ لأن أنا بشتري حاجة للاستثمار على المدى البعيد. بتجنب أي مشكلة واردة ممكن تحصل لأي شركة من الشركات، وبقدر الإمكان بحاول أحافظ على قيمة الفلوس اللي معايا. وفي نقطة كمان حابب إنك تكون عارفها: لما تكون بتشتري مستعمل حاول انك انت تختبر الحاجة اللي انت اشتريتها في محل واتنين وتلاتة غير المحل اللي انت اشتريت منه. وده طبعا يا جماعة انا مش بشكك في المحل اللي انا بشتري منه، ولكن انا بختبر الحاجة دي وبطمن على الحاجة بتاعتي، لان انا بحط دايما احتمال ان يكون الحاجة دي مثلا الصايغ اللي باعها لي اشتراها وما خدش باله وهي كان فيها مشكلة، وبتجنب اي مشكلة ممكن تحصل على المدى البعيد فبلحقها في الاول. وبحاول على قد ما اقدر ان انا اتجنب المشاكل اللي ممكن تحصل لي فيما بعد لما اجي ابيعها بعد كده. وهنا بنحقق المعادلة اللي هي عنوان الفيديو بتاع اللي هو اشتري صح عشان بعد كده تعرف تبيع صح. النقطة التانية معانا وهي النقطة اللي انا برجحها دايما، اللي هي بنمسك العصاية من النص. يعني ايه؟ يعني انا رايح معايا قيمة 10 جرام وعايز اشتري بيهم. دايما برجح هنا ان انا ممكن اشتري سبيكة 5 جرام، وال5 جرام التانية بشتري بيها مشغولات عشان استنفع بيها او البسها كزينة. يبقى انا هنا حققت المعادلة المتوسطة اللي هي وسطنت فلوسي ما بين الاستثمار وما بين الانتفاع او الزينة. الحالة الثالثة وهي الشراء للزينة. الشراء للزينة يا جماعة في كام حاجة عايز اقول لكم عليها برضو مهمة جدا، لازم نخلي بالنا منها واحنا بنشتري. الحاجة الأولى وهي أنا لما بشتري حاجة عشان ألبسها لازم تكون الحاجة دي لو فيها فصوص لازم تكون براند معروف. يعني ينفعش اشتري حاجة تكون شركات شغل شعبي لما اجي ابيعه بعد كده يقول لي انا هخلع الفصوص او. فهنا انا بتجنب برضو الخسائر اللي بعد كده. وحاول بقدر الامكان لما بتكون بتشتري حاجة عشان تلبسها ابعد عن الاوزان اللي هي الخفيفة، او اللي هي الربع جرام والنص جرام والكلام ده، لان بيكون مصنعيتها عالية وفي نفس الوقت بتكون مش عملية ومش بتعيش كتير. بدفع عليها مصنعية كبيرة وما بستخدمهاش فترة طويلة، فترة قصيرة وبتكون استهلكت، وطبعا بخسر المصنعية بتاعتها كلها. كام ملحوظة كده هنجمعهم مع بعض ناخد بالنا منهم كويس جدا واحنا بنشتري. واحد: بقدر الامكان ابتعد عن الفصوص، ولو كنت مضطر ليها اشتري براندات معروفة. اتنين: الدمغة لا تزيد عن 15 جنيه. 3: لازم تكون معاك سعر الذهب وانت بتشتري من عند الصايغ.
4. ابتعد عن الجنيهات البلدي والسبائك البلدي خالص. 5. لو كنت بتشتري سبائك او جنيهات بقيمة كبيرة ما تجزأهمش على اوزان صغيرة. معلش طولت عليكم شوية في الفيديو ده، بس حاولت بقدر الامكان ان انا اجمع بعض المعلومات البسيطة اللي احنا نستفيد منها واحنا بنشتري عشان ما يضحكش علينا، او على الاقل ان احنا نشتري بطريقة صحيحة بحيث ان احنا نتجنب الخسائر بشكل كبير. طبعا احنا خدنا الموضوع بشكل عام، ما دخلناش في التفاصيل وشرحنا كل حاجة بتفصيلاتها. احنا خدنا الموضوع بشكل عام كده من بره، وحاولنا ان احنا نجمع بعض المعلومات عشان نتجنب الخسائر بشكل كبير ونحقق معادلة اشتري صح عشان تعرف تبيع صح.